معايا أميرة. الو. ازيك يا أميرة؟ مساء الفل يا قمر. مساء العسل، مساء الهنا. ايه رأيك في اللوك بتاعي وانا صغيرة على الحب؟ احلى واحده في الدنيا. حبيبة قلبي انا. انتي بجد صوتك انا بعشقك، بعشق رايك، بعشق كل حاجه فيكي. يا حبيبتي، ربنا يخليكي، ليا ما يحميش منك. بس انتي صوتك فيه ايه؟ انا احسن واحده في الدنيا دي كلها. فيه ايه يا أميرة؟ اي واحده بتتصل تقول لك على مشكله بينها وبين جوزها، امم يعني لو جمعتي مشاكل الدنيا دي كلها موجوده عندي. ازاي بقى؟ انا متجوزه بقالي 7 سنين امم وانا حد ضعيف جدا، ضعيف لدرجه ان انا مستحمله اكتر من طاقتي بكتير. وحاولت ابعد واسيب كل ده بس ما عرفتش. خيانة يعني يا أميرة؟ خيانة؟ اصعب من كده بكتير. أصعب ومعايا من ولدين زي القمر، زي القمر. ربنا يعني أحسن يخليهم حاجة لك. في الدنيا. أصعب من كده بكتير ازاي يا أميرة؟ شك ووجع قلب وبخل وإهانة وضرب وشتيمة وطرد بره وكل حاجة، كل حاجة، وتهديد وإدمان. وإدمان؟ مش إدمان، أنا مش أنا، هو. مخدرات؟ آه. ساعات الكلام ساعات الكلام ما بيطلعش. ما فيش اي حاجة في الدنيا تجبرني ان انا اتضرب واتهان واعيش مع حد بياخد مخدرات او كان بياخد مخدرات، وسلوكه يتغير، وطبيعي انه يشك فيكي، لانه للاسف الشديد المخدرات والادمان والكلام ده بتغير تماما في سلوك الانسان. فيا اما بتخليه شكاك، يا اما بتخليه بارد وسخيف وما عندوش اي نوع من انواع الرجوله للاسف. والولدين اللي ربنا اهداهم لك دلوقتي او رزقك بيهم موجودين علشان تكملة السعادة، مش عشان يربطوكي مع راجل زي ده. هتاخدي شوية وقت. اعتقد ان 7 سنين وقت كافي قوي، لان انتي طفحتي الدم من الضرب، وطفحتي الدم من الاهانه، وطفحتي الدم من طولة اللسان، وطفحتي دم من البخل، وطفحتي الدم من الانانيه، وطفحتي دم من كل حاجه في الدنيا. فاعتقد انه خلاص كفايه عليه 7 سنين بقى، كفايه عليهم بقى. معلش يا جماعه، السماعه طلعت مني فانا هشيل السماعه دلوقتي. وهقول وانا يعني مش هبقى مكسوفه، لان انا ست مطلقه اكتر او فوق ال4 سنين. فكره الطلاق او قرار الطلاق ما كانش سهل بالنسبه لي. ما نمتش صحيت حلمت ان انا هتطلق فقمت اتطلقت. عارفه انه بياخد شويه وقت، عارفه انه فكره الاطفال والعيال وان احنا عندنا عيالنا ومربوطين بيهم وكذا. انا السماعه طلعت خالص يا جماعه، معلش استحملوني. عارفه ان هي يعني شيء مؤلم جدا وبيعطلنا جدا في القرار، وبيخلينا جدا ان احنا نبقى يعني لا حرام عشانهم، اصل انا بحبه، اصل انا عايزاه، اصل انا كذا، اصل انا مش عارفه ايه، اصل انا ايه. عارفه ان انت ممكن تقعدي تستحملي حاجات شويه حاجات كتير قوي علشان انت بتحبيه او عشان هو جوزك او عشان خاطر عيالك. بس انا بقولها لك بمنتهى الامانه، كفايه عليه 7 سنين. كفايه عليكي 7 سنين ضرب واهانه وشتيمه وشك. كفايه بقى.
ما نقطه ومن اول السطر ونبتدي من اول وجديد. هو اللي خلقه ما خلقش غيره؟ لا عارف يحترمني ولا عارف يحتويني ولا عارف يحبني عدل ولا عارف يعيشني عيشه كويسه، كفايه عليه. يمكن ربنا يرزقني براجل كويس ومحترم، يمكن الاقي حضن او امان في صحبه، في اهل، في عيال. دايما لما بيكون عندي مشكله وببقى حاسه ان انا خايفه معيش فلوس او في مشكله في شغل او حاجه، بعمل حاجه من الحاجتين: يا اما بنام في حضن امي، يا اما بالليل باخد بناتي وانام في النص واحضنهم هما الاثنين، احطهم هنا عشان انا اللي احس بالامان. ما تعيشوش عيشه المفروض ان انتوا تعيشوا احسن منها 100 مره. وده رايي بمنتهى الامانه. انا اسفه جدا لو كنت يعني تنشنت.